عارف يعني ايه انك تلعب مباراة السنغال 83 دقيقة وما يجيلكش اي كورنر، والفريق المنافس عنده 7 كورنر، وانت ما يجيلكش اول كورنر لحد الدقيقة 83، الكورنر الوحيد اللي جالك. وفي الاخر مفيش عندك حد اصلا بيجري على الكورة عنده رغبة ان احنا نسجل هدف، لانه كان متفق على ان انت هتدافع، ولازم المباراة دي نطلع منها بأقل الخسائر. ومش مشكلة جه فينا جول، اوكي، وصلنا الاكسترا تايم، وصلنا لضربات الترجيح، فانت هتطلع من المباراة بفعل فاعل زي ما كان كابتن حسام بيقول في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء. واللعيبة بتاعتك خلاص، انتوا مفيش عليكم اي حاجة، انا بتحمل المسؤولية، وكمان انتوا عملتوا اللي عليكم، قدمتوا مباراة قوية جدا وانتوا كنتوا رجالة، واحنا خلاص في كاس العالم ومش مشكلة بالنسبة لنا البطولة، واحنا مصر، واحنا البعبع، واحنا الكلام اللي كل شوية عمال يتردد بدون اي لازمة من كابتن حسام حسن، واللي طول الوقت للأسف الشديد مفيش احترام للشعب المصري ومشاعره. وايه يعني لما مصر تطلع من الدور قبل النهائي؟ احنا كنا رايحين البطولة واحنا ما عندناش اصلا اي ثقة في المنتخب من الشعب والاعلام المصري، وان المنتخب هيطلع من الادوار الاولى، ولكن المنتخب خيب ظنهم ووصل للدور قبل النهائي، وحققنا انجاز ما حصلش قبل كده في تاريخ مصر، واحنا عندنا طبعا 7 بطولات. فيعني كلام كتير مش معقول انه يتقال ولا منطقي تماما. حتى الاعلام حاجة غريبة جدا انه بعد ما المباراة خلصت، وده اللي كان متوقع ان هيتقال، انه يا جماعة احنا ما كناش متوقعين ان مصر توصل للمرحلة دي من البطولة، وان مصر مش عندها افضل كواليتي من اللاعبين، احنا ما عندناش محترفين غير محمد صلاح وعمر مرموش. يا جماعة حرام، اللعيبة عملت اللي عليها، كابتن حسام مدرب عالمي ما فيش زيه، دي القماشة اللي موجودة، احنا ما عندناش كورة، احنا طب يا جماعة ايه اخرتها؟ كفاية بقى، كفاية نطلع مبررات ونقول ان منتخب مصر ما يوصلش للنهائي وما يستحقش انه يوصل للنهائي. السنغال مش قوية ولا حاجة، كنا نقدر نكسب منتخب السنغال بسهولة جدا، ولكن احنا ما كانش عندنا الرغبة ان احنا نتأهل للدور النهائي وناخد البطولة، لان ده السيناريو اللي كان متفق عليه في بداية البطولة. ده منتخب مصر اللي هيروح كاس العالم بامريكا والمكسيك وكندا، ده منتخب مصر اللي ممكن يتخطى الدور الاول من كاس العالم، في تقريبا الفرصة متاحة قدام كل منتخبات العالم المشاركة في البطولة دي ان هي تتأهل لدور ال 32. اكيد لا، كابتن حسام علشان خلاص ضمن مكانه قال ان، ردد الكلمة مرتين في المؤتمر الصحفي بعد المباراة الكارثية للمنتخب المصري، قال احنا في كاس العالم، احنا في كاس العالم، يعني انت خلاص حققت التارجت بتاعك، وانك وصلت للسيمي فاينل اللي كان متفق عليه مع اتحاد الكرة المصري، وانك خلاص هتوصل للمرحلة دي من بطولة كاس الامم الافريقية، فانت هتكون مدرب منتخب مصر في كاس العالم في الصيف اللي جاي. فطبعا كابتن حسام ما كانش متنرفز ولا متعصب، ولا حسام اللي بتنطط على الخط زي كل مباراة، هو حقق المطلوب منه. حتى اللي حصل بعد مباراة كوديفوار اللي كانت في دور الثمانية اثبتت انه منتخب مصر كان رايح لهدف معين، والله وعملوها الرجالة في الإعلام المصري ومش مصدقين نفسهم. خلاص حسام حسن أثبت للجميع إنه أفضل مدرب يمسك منتخب مصر، وإحنا مش محتاجين نبرر لحد، وإنه خلاص يا جماعة منتخب مصر حقق المطلوب وإحنا مش خايفين من حد، والكلام الكتير اللي اتقال على المنتخب الوطني. هل كابتن حسام بإدارته دي يقدر يدير منتخب مصر في كأس العالم؟ ده احنا هنبقى الحصالة هناك، يعني في مجموعة بتضم بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، فمصر أكيد مش هتكمل ومش هتوصل لأي دور، وحتى لو وصلنا لدور ال 32 فاحنا إن شاء الله يعني ممكن نوصل كده افضل توالت ولا حاجة، بما ان منتخب مصر ما شاء الله عليه مش عاوز يحقق اي نتائج ايجابية طالما احنا بنوصل لادوار معينة، وملناش ان احنا نلعب كورة حتى في القارة بتاعتنا. بعد مباراة السنغال طالعين نتكلم ونقول ان مصر قدمت مباراة قوية وكبيرة، وانه الموضوع ما كانش فير، وانه
في ناس كانت عاوزه مصر تطلع من البطوله. ليه التصريحات اللي ملهاش لازمه دي؟ ما انت كنت في اول بطوله عمال تشكر في المغرب، دلوقتي بقت الموضوع مش فير وبيطلعوك من البطوله عشان يدوها لناس معينه. انت ما قدمتش حاجه، انت نازل خايف من السنغال اصلا في المباراه. يمكن مباراه كوديفوار مصر دفعت وكان عندها تحولات سريعه، ده ما عملتوش ليه؟ ما هو نفس التشكيل اللي انت بدأت بيه مباراة السنغال هو نفسه اللي كنت بتلعب بيه كودوفوار. ليه ما عملتش نفس الموضوع؟ انت نازل خايف من السنغال اللي انت بتقول عليها ما كانش لهم فرص حقيقية على المباراة الا مباراة الهدف اللي كانت حظ بالنسبة لهم. طب دي ناس كانت بتحارب علشان تسجل جول عشان تكسب، ناس عندها ثقة في نفسها. لكن منتخب مصر كان بيعمل ايه في مباراة السنغال؟ كابتن حسام كل ما يطلع حسام وابراهيم، انا وابراهيم، انا وابراهيم، انا وابراهيم، احنا بنلعب عشان خاطر الشعب المصري. انا جاي بإرادة القيادة السياسية، وبعد كده انا جاي بإرادة ربنا. يا اخي حرام عليك بقى، هو انت بتدرب منتخب مصر ببلاش؟ انت بتاخد فلوس وزيك زي الاجنبي اللي كان بيجي يتدرب منتخب مصر. هو ده الاداء اللي مصر اللي هي عندها 7 نجوم زي ما انت بتقول وعندهم 7 بطولات، محدش قدر يوصل للعدد ده من البطولات، والكلام الكتير اللي انت عمال تقوله لنا كل شويه كل ما تطلع في مؤتمر صحفي؟ خلاص، مش من حقنا نحلم وناخد بطولة تانية؟ هي مصر بجلالة قدرها ما تقدرش توصل نهائي، وكانت الفرصة سانحة بالنسبة لها ان هي تاخد البطولة، ان انت تطلعنا من السيمي فاينال. خلاص التارجت بتاعك اتحقق، ان انت خلاص في كاس العالم مع منتخب مصر وهتدربه، وتبقى الفضيحة اكبر واكبر والعار يبقى زيادة. بتتكلموا على كابتن حلمي طولان في مصر في البطولة العربية، وفي الآخر طلعنا بفضيحة برضو ما كانش أي شكل. منتخب مصر في كأس العالم للناشئين، منتخب مصر في كأس العالم للشباب. هو في ايه اللي بيحصل في الكرة المصرية؟ وفي الاخر نطلع اصل الاهلي هو الوحيد في مصر، فالنادي الاهلي بسببه الكرة مش كويسة في مصر. محمد صلاح يطلع لنا في اخر مباراتين، اصلا كان في شك كده انه ليه محمد صلاح يطلع في التوقيت ده؟ طالما صلاح طلع فخلاص مصر كده بتنهي البطولة. لما طلع يقول انه يا جماعة احنا لازم نقول ان منتخب مصر معظمه من اللعيبة الصغيرة ولعيبة محلية. مالهم اللعيبة المحلية يا صلاح؟ يعني لا انت بتلعب ولا مرموش بيلعب في ناديه ولا مصطفى محمد بيلعب. فانت حتى انت اتريقت على نفسك عليك انت وزمايلك، وقلت احنا 3/4 محترف، مش زي كابتن حسام ما قال ان احنا 2 وربع. وكمان ايه؟ محمد صلاح بيقول ان ده افضل معسكر كان فيه. ما طبيعي لازم يكون افضل معسكر بالنسبه لك وبالنسبه لكل اللاعبين وكابتن حسام والكل. ما انتوا رايحين مش عليكم اي ستريس، انتوا مش فارق معاكم اصلا. احنا لو وصلنا السيمي فاينال فده التارجت اللي مطلوب مننا، لازم نعمله ولازم نحقق المطلوب، وده اللي اتحقق خلاص. محدش فارق مع الشعب المصري، هو اللي اتحرق دمه. مش مشكله احنا ما نروحش ما نكسبش كاس الامم الافريقيه المره الثامنه في تاريخنا. كفايه صلاح، انت تقريبا كده البطوله ما عندك، انت لاعب مش لازم تكمل مع المنتخب المصري، ويا ريت تعتزل احسن. وكفايه علينا اللي بنشوفه خلال البطولات الاخيره. منتخب مصر مش متحمل ان كابتن حسام والجهاز الفني اللي معاه يكملوا في كاس العالم. ده احنا هنقابل اسبانيا في شهر مارس اللي جاي كمباراه وديه ومباراه تحضيريه قبل كاس العالم. اكيد احنا هنطلع من المباراة دي مغلوبين بسكور عالي جدا، لان طبعا ده منتخب اسبانيا بطل يورو النسخة الاخيرة. وفي الاخر طبعا منتخب مصر مش هيعرف يعمل اي حاجة. كابتن حسام هينزل كل اللعيبة اللي عنده اللي هتكون موجودة في القائمة، ويخليهم قدام محمد الشناوي كالعادة، ويمكن كمان يجيب معاهم الشعب المصري علشان ندافع قدام اسبانيا. كنا بنتريق على كوبر اللي بيدافع. طب كوبر وصل لنهائي بطولة 2017 وخسر بفرق جول قدام الكاميرون، بس للأسف مفيش حد بيحاسب في مصر. والواضح ان السيناريو متفق عليه من قبل البطولة، احنا هنوصل لسيمي فاينال. واللي حصل في الاعلام المصري ان والله وعملوها الرجالة، وكابتن حسام اثبت للجميع ان هو مدرب منتخب مصر ويستحق يكون في كاس العالم. هو ده اللي بين لنا ان احنا قد ايه بنستهين بالشعب المصري، وان احنا مش فارق معانا الناس دي تزعل او ما تزعلش، عادي جدا. وفي الاخر يطالبونا ليه الناس ما بتروحش تساند المنتخب في الاستاد. كفاية بقى، يعني طلعتولنا ان في فيجن
ل2038 بعدتوا الموضوع جدا وفي الاخر ما شفناش اي حاجة. منتخبات مصر كلها ما بتقدمش اي نتيجة ايجابية في البطولات، سواء منتخب الناشئين في كاس العالم، منتخب الشباب في كاس العالم، منتخب مصر التاني في البطولة العربية، منتخب مصر في افريقيا، والسلسلة هتكمل مع المنتخبات المصرية ومفيش اي نتيجة. وبإذن الله مصر إن كملت للدور 32 ولو صعدت للدور ده في كاس العالم فأكيد هنطلع كأفضل توالت، وفي النهاية مصر هتطلع بفضيحة زي ما احنا عمالين نتفرج في كل بطولة ان مصر اقل المنتخبات اللي بتشارك في اي مناسبة رياضية. ارحمونا يرحمكم الله، واللي مش قد المسؤولية يسيبها لغيره عشان الكرة المصرية تتحسن وتبقى أفضل. واللعيبة المحلية هي اللي جابت لنا أكتر بطولات مصر، أو ال7 بطولات هما دول اللي قلنا عن طريق اللاعبين المحليين مش المحترفين، زي محمد صلاح بتاع المينتاليتي هو نفسه مش فارق معاه. ارحمونا يرحمكم الله.